سلام عليكم. كنا مكملين في سلسلة عن ممثلين أو فنانين الزمن الجميل المنسيين. في ناس كتير كنا بنشوف أسمائها مكتوبة على تترات الأفلام زمان، من ضمنها توجو مزراحي. النهاردة هنتكلم عن توجو مزراحي. صلى على النبي، كل من النبي صلي عليه، ويلا نحكي لكم الحكاية. اتولد توجو في مصر لعيلة إيطالية من أصول يهودية، وكانت عيلته من أغنى العائلات اللي موجودة في مصر في القرن العشرين أو في عشرينات القرن الماضي. والكلام ده كان في اسكندرية. أبوه كان شغال مدير الشركة الجمركية للمستودعات، وكان أبوه عايز توجو يشتغل نفس شغلانته، وكان حابب يشربه الشغلانة زي ما بيقولوا كده، فجابه اشتغل في الشركة محاسب. سنة 1921 كان توجو عنده 20 سنة، يعني كبر ما شاء الله بقى شاب. فالأب قال له: عايزك تسافر فرنسا وتدرس هناك وترجع لنا بالشهادة الكبيرة عشان نقدر نعتمد عليك وتكبر تجارة العيلة. سمع توجو الكلام وسافر فرنسا وخد الشهادة الكبيرة في الاقتصاد. وفي يوم من الأيام اتغيرت وجهة نظر توجو لكل حاجة. ليه؟ حد من صحابه أخدوا استوديو اسمه استوديو جومون، كانوا بيصوروا هناك الأفلام. تعرف هناك توجو إزاي بيصوروا الأفلام. اندهش توجو جدا من العالم الغريب اللي دخل فيه، وخد قرار إن هو لازم يبقى جزء من العالم ده، وقرر يسيب التجارة والاقتصاد ويبقى جزء من صناعة السينما، لأنه كان شايف إن العالم ده عالم ساحر وهو لازم يكون جزء منه. من خلال زيارة توجو للعديد من الاستوديوهات اتعرف على العديد من المخرجين وكون صداقة معاهم، وطلب منهم يعلموه كل أمور وتفاصيل الإخراج لأن هو عايز يبقى مخرج. وجنب الإخراج اشتغل توجو ممثل في كذا فيلم، بس كده على خفيف، كان بيقوم بدور كومبارس، وبالمرة يشرب الشغلانة كلها سواء التمثيل أو الإخراج عشان يبقى ملم بكل شيء. فضل توجو على هذا الحال لفترة طويلة، لغاية ما في يوم من الأيام اشترى كاميرا وقعد يصور بنفسه أفلام قصيرة. وبعد 8 سنين في فرنسا رجع مصر وعمل في اسكندرية استوديو خاص بيه للإنتاج السينمائي، وسماه استوديو توجو لإنتاج الأفلام السينمائية أو الروائية الطويلة. وفي سنة 1930 عمل توجو أول فيلم ليه بعنوان الكوكاكيين، يعني الناس اللي بيضربوا كوكايين كده بالبلدي، وطلع بنفسه بطل الفيلم، بس غير اسمه وسمى نفسه أحمد المشرقي عشان عيلته ما تعرفش إن هو غير كل حياته من الاقتصاد والتجارة للسينما، وكان فاكر نفسه لما يغير اسمه عيلته مش هتعرفه، قال يعني لو شافته في السينما. الغريب يا سادة إن الفيلم نجح نجاح مدوي. ومش بس كده، ده حاكم دار القاهرة الإنجليزي بعت لتوجو جواب شكر بيشكره لأن هو قدم في الفيلم مشكلة اجتماعية خطيرة وهي الإدمان. وبالمناسبة توجو كان من أوائل الناس اللي عملت فكرة الثنائيات، يعني عمل مع علي الكسار لوحده 9 أفلام، وكان من ضمن الناس اللي أثقلت موهبة ليلى مراد التمثيلية، يعني هو ليه فضل كبير قوي على ليلى مراد. كمان كان ليه مشاركات مهمة قوي مع أم كلثوم. وتخيلوا إنه كان رافض إنه يمثل مع إسماعيل ياسين، وكان بيقول إن إسماعيل ده وشه كله عبارة عن بق. برغم مشاركات توجو في العديد من الأفلام زي ما احنا شايفين كده، وإنه كان ليه بصمة مميزة جدا في الفن المصري، إن هو فجأة سافر إيطاليا، وده بعد اتهامه بالعمالة مع الصهيونية. وكمان فيه هجوم كبير قوي عليه بسبب الموضوع ده، وده اللي ما قدرش هو يستحمله، فسافر إيطاليا. سافر إيطاليا لغاية ما الأمور تهدى ويرجع تاني، لكن الغريب إن توجو مرجعش، وفضل كل شوية يتقال إشاعات وأخبار إن توجو راجع توجو راجع توجو راجع، لكن توجو مرجعش. فضل الكلام ده لغاية التمانينات، لغاية ما توفى توجو مزراحي، اللي توفى سنة 1986. وكان توجو زي ما احنا قلنا كده من أوائل الناس اللي اشتركت أو اشتغلت بالفن وصناعة السينما في مصر، وساب إرث فني لا بأس به، وساب بصمة مميزة قوي في السينما والفن المصري.
أنا أختكم همسة ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.